في كلمتنا انا واقف عند بعض العناوين لازم اخد راي ضيفتي فيها، اللي هو مثلا بيقول لك لو ابنك عايز يتجوز واحده قد امه علامتي تعجب، ايه بقى؟ احنا دايما بنحاول نركز مع الشباب ان احنا دايما نحطهم في موقع المسؤوليه. يعني بدل ما يقعدوا يشتكوا من اهاليهم نقول لهم حطوا نفسك في موقع اهاليكم. انت جاي تقول لي انت رايح تقول باباك ان انت عايز تتجوز واحده اكبر منك ب10 سنين ومتضايق، طب حط انت نفسك مكان ابوك. فبينزلوا يسالوا الشباب فبيعرفوا بقى ان هم هيتصرفوا زي ما اهاليهم هيتصرفوا بالظبط. لما يبقى في عنوان زي ده ابويا مش محترم وعلامتي تعجب. دي واحده بعت لنا مشكله ان هي بتصحى بالليل تلاقي باباها بيتكلم في التليفون، يهمس في التليفون. التليفون. بس احنا في المشاكل دي احنا ما بنعرضهاش كوجه يعني عرض سلبي، احنا بنخلي متخصصه ترد عليها تشوف تتعامل ازاي مع الموقف كله. وبنحاول ان احنا نخرج منها بموقف ايجابي، ان هي لا تكره باباها وفي نفس الوقت ما تبقاش سلبيه وتبقى حاسه ان هي عايزه تعمل حاجه مش قادره تعملها. عظيم. طيب انت واقف عند ايه في صحافه الثلاثاء؟ توقفنا عند قرى مصر تحارب الختان. ده فين ده بقى؟ الشروق. صفحه كام؟ صفحه 11. أنا يعنيني في هذا إن يعني أنا أشيد بجهود طبعا قايمة على إن هي تحارب الثقافة، لأن أكتر حاجة صعب إن أنت تغيرها هي ثقافة بتاخد سنين. فمش أنا مبسوطة إن المقالة بتقول إن في أوريدي ريزلتس، في نتائج إيجابية جدا للجهود اللي تمت. مجلس القومي للمرأة، المجالس المتخصصة، الجمعيات الأهلية، وخدوها يعني ايه على عاتقهم ان السنه الفلانيه هنقضي على نسبه معينه من الختان. فهايل، لان انا عندي بعض القرى علمت انها خاليه من هذه عجبتني شويه الوثيقه الشعبيه، يعني عجبتني ان هم يحسوا ان هم مسؤولين في اتخاذ القرار. كويس. انا شايف كمان لا ترهق زوجها ولا تخونه في غيابه، والجريمه على العقاب، والشيخ والطبيب والقسيس ومعظم النساء، ولا يوجد نص شرعي. فواضح ان القضيه يعني متناوله من كافه الاطراف. واضح ان السفيره بشيرة خطاب بتوقع الوثيقه الشعبيه، وثيقه شعبيه وشيخ وطبيب وقسيس. هل ده الحل برضه في هذه القضيه؟ يعني اولا هناك من يتحدث على انها جزء من الشرع وانها لها اصل اسلامي، والبعض يتحدث ايضا على انها عاده للعفه وانها بتقلل الرغبه الجنسيه لدى البنات. يعني هل يمكن زعزعه هذه المعتقدات؟ ما هو يمكن، بس انت محتاج ان انت تبذل جهد مبني وجهد تراكمي. لازم، يعني مش هتخلص النهارده، مش هتخلص سنه، مش هتخلص كمان 10 سنين. يعني هياخد فتره، لكن في الاخر عشان نبقى واضحين هي الام اللي بتاخد بنتها وتطلع بيها وتعمل لها العمليه دي، الاب ملوش علاقه. فثقافه الام ومدى وعيها هو ده اللي يقدر من خلاله فهم ابتدوا في ده. فده هاي ياخد 5 سنين، ياخد 10 سنين، ياخد اللي ياخده. ما ابتدينا يبقى ان شاء الله هنوصل. ده كويس. نروح ليه تاني؟ عندنا في عمار الشريعي. عمار الشريعي ده عندك انت بقى. ده عمار الشريعي بيقول لك نعيش عصر التجاعيد الموسيقي. هو بيتكلم على الظواهر الغريبة اللي بتطلع. غواص في بحر النهر. أنا عاشقه هذا الرجل يعني. أنا هبقى مختلفة شوية، ولن ألوم المنتجين ولن ألوم المغنيين والمغنيات اللي بيطلعوا علينا كل ثانية بكليب. أنا هلوم حاجة واحدة بس، الجمهور. ليه الجمهور؟ لأن الجمهور هو اللي بيحدد البني آدم ده يستمر أو ما يستمرش. لو في ظاهرة سيئة استمرت فده لأن الجمهور يعني أمعن في طلبها وأقبل عليها وطلب المزيد منها. فلو احنا كلنا تعلمنا ثقافة المقاطعة المهذبة المحترمة لغير المحترم، مفيش غير محترم هيطلع. طب انت ليه بتصبر على الاختيار؟ ما ممكن واحد يعجبه سين وصاد، ليه بتصبر على الاختيار؟ يعني ليه بتحددي ان هم دول المحترمين ودول مش محترمين؟ مش ده ذوق وكل واحد له ذوق. صح طبعا. انا وحضرتك وكل الناس نعرف ان في قواعد عامة يعني نتقبلها انا وانت، واحد مختلف عنا خالص. بس يعني مثلا في مثلا سلسله من اغاني الميكروباص، ودي ما تحكيش في حاجه، ودي ما تركبيش ميكروباص، تركبي عربيه، فلا سلسله اغاني العربيات. فليه انت تحرمي بتاع الميكروباص انه يغني وينبسط على طريقته؟ لا، انا ما بقصدش ان هو احرمه، ولكن انا لما هو بيرضي شريحه سائق الميكروباص لهم فائق الاحترام تمام، لكن لما يسمعوا حد تاني
وثقافته لا مختلفه. بيسمع. ماشي، ما انا بقول لك هو ده اللي بختلف عليه هو بقى. بيسمع طول النهار مغنيين الميكروباص وبيسمع ام كلثوم عادي جدا. لا انا ما اقصدش، انا اقصد لما حد من ثقافه غير ثقافته وتعليم غير تعليمه وتربيه غير تربيته ويسمع نفس الكلام اللي هو بيسمعه، هو ده اللي انا بتكلم، هو ده اللي طبعا بتكلم. شعبان عبد الرحيم قال لي انه لو ينزل شريط فاضي عليه صوره شعبان الناس هتسمعه. شفت وصلنا لحد فين بقى؟ وصلنا لحد فين. لكن في النهايه يعني طبعا عمار الشريعي له رؤيه في هذا الامر، وبيتكلم ان اجهزه الدوله مسؤوله عن انقاذ الاغنيه العربيه. تامر حسني شاطر وانغام تغني العفريت. ووزير الثقافه رفض اوبرا مصريه عن حكايه ام كلثوم وجيهان السادات. تامر حسني اعتقد له نصيب من هذه المجله، بصحيح ما عنديش اعداد منها، لكن شايف الملك محمد منير. لكن في النهايه تامر حسني، قصه تامر حسني انا عايز افهم، انت متابعه الجيل اللي موجود، حكايه البنات اللي بيغموا دايما يشوفوا تامر حسني يقعوا في ايه؟ مفيش حاجه. ايه بقى؟ حللتوها ازاي الظاهره دي؟ يعني انا بحس ان الحاجات دي كلها ما اعتقدش لا ترضي اي فنان محترم. هو وما اعتقدش ان هي برضو يعني هو بيستنكر الظاهره بس موجود. هو بيستنكر الظاهره بس هو نفسه بيستنكرها. بس في ناس شايفين ان هو يعني من هو اللي طالب من البنات دول يعملوا حاجات زي كده، في اقاويل. بس انا ما لا اتهمه الحقيقه، انا ما اتهمش، ما اقدرش اتهمه بهذا الاتهام، ولكن اللي انا شايفاه ان ده اللي هيدل على التفاهه الرهيبه اللي وصلنا لها. هو تامر طبعا صوته حلو جدا، بس ما افتكرش ان صوته انا بسمع تامر حسني، بسمع غيره. ما بتهمش عليكي خالص على خالص. طب كويس. الملك اخترنا الملك ليه على الغلاف؟ ملك اتكلموا ليه اغنيه اسمها ليه تسكتي اتكلمي. وكان فيها حدوته مصريه. فيها بعض المعاني اللي بتناهض ان هي تسكت على حاجه هي مضروره منها. دعوة للتمرد يعني. دعوة للتمرد. وهو كان ذكر في احدى حفلاته اللي هي في الدويقة، ذكر حملة احترم نفسك اللي عين بيها المجلة، وطالب الشباب كلهم ان هم ينضموا لها وان هم يبقوا اكثر شهامة واكثر مروءة ويرجعوا ايام زمان يعني. فحطيناه على الغلاف في اعتباره رمز كينج لكثير من الشباب، وقلنا ان هو يعني شكرناه على موقفه من الحملة. انتوا بتعتبروه نموذج يعني يجب الشباب يبص عليه. نرجع للجرايد، بشوف فيها ايه النهارده تاني غير الموضوع بتاع عمار الشريعي وآراءه في الفن القاهرة النظيفة لمصر اليوم، وبصراحة يعني إشادة واجبة بالقاهرة من أجل القاهرة النظيفة. عجبني قوي، عجبنا كلنا في المجلة الترند ده. عجبنا إن الصحافة تغير بطريقة يومية، عجبنا ترند اتجاه يعني إن الصحافة يوميا بتغير للأحسن. إن في فعلا يعني هل فعلا الحملة جايبة نتائج ملموسة على الأرض؟ بص بقى، فعل المصري اليوم ان هي استحقت الناس انها تعمل حاجه زي كده. كويس. رد فعل من الناس واستجابوا وبعتوا، رد فعل من المسؤولين. لا اكتر من كده، احنا كده مجتمع الفاضل يعني والمثالي. طب انتوا هتعاملوا ازاي مع من اجل القاهره النظيفه في المجله طالما واقفين قوي عند هذه الحمله؟ انا هنزل اصور هنزل اصور وابعت المصري اليوم على طول. هتتفاعلي مع طبعا كلنا هنتفاعل مع ده. بتقديرك سلوك النظافه سلوك بشر ولا كسل شركات النظافه؟ يعني انا بلاحظ بشده يعني ان الزباين في الشارع احنا بنرمي. طبعا هو سلوك بشر اولا. ايوه. لكن انا لو انا نظيفه وحد جنبي مش نظيف اعاني ليه؟ امال ليه شركات النظافه موجوده؟ هي دي النقطه، ان لما في قاعده عامه في نظافه تمام انا ما برميش، لكن انا بمشي في الشارع بيمشي في ملايين، تختلف العادات والاخلاقيات والسلوكيات. ما انا لا، انا مش مضطر ان انا اعاني من ده، ان انا كل ما امشي في مكان نظيف الاقي كومه زباله واشم ريحه ما طقهاش. يعني اذا من اجل القاهره نظيفه دي مستلفته نظرك. ايه تاني مستلفت نظرك في صحافه الثلاثاء؟